أي واحد يقوم من النوم يحس تكاسير في عظامه تصل يعني مرة بغل القاع، هذا يروح يتنبه نفسه أكيد عنده دم زايد، مدري دم فاسد، يروح يحجم. الحجام لما يشفط الدم هذا الزايد سبحان الله يرتاح الجسم، لأنه النبي أوصى بالحجامة، والحجامة دلالة على أنه الدم يعني في الجسم فيه ثوران للدم أو في زيادة في الدم. تمام. ثانيا النبي أوصى أهل بيته، قال إذا حد بينام وبغى بيقوم نشيط يقول سبحان الله 33 قبل النوم، والحمد لله 33، والله أكبر 34، بدون حد يخدمكم. الذكر يعطيه قوة، والإسلام ما شاء الله تبارك الله يصلح حياتنا الحسية وحياتنا المعنوية. النفسيات تتغير إذا تعلقنا بالذكر. أما إذا ظلينا معكوفين على الجوالات دش ونحن ما بنعيش بسلام، لا بتعيش سلام في نفسك ولا بتعيش سلام مع من حولك. هذا ما عندي اليوم من هذا السطح، وهذا نلقاكم إن شاء الله بنص آخر من هذا السطح، ودمتم إن شاء الله في أمان.